السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ أتمنى من ربنا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وسرور. النهاردة هنعمل أحلى كفتة بالبخار. هنسويها بالبخار. عايزين نص كيلو لحمة، ملح وفلفل وملح وفلفل وبهارات، وشوية من جوز الطيب والجنزبيل، ونص معلقة من البيكنج باودر، وبصلاية مبشورة، وثلاث معالق من النشا. هننزل بالبصلة المبشورة كده على نص كيلو اللحمة المفرومة، وهننزل معاها بالثلاث معالق نشا. لو ما عنديش معالق نشا هنحط معالق دقيق، يعني بدل النشا بتاعي هنستعمل دقيق. هننزل بكل التوابل بتاعتنا مع الملح، وبعد كده هنبدأ ندمج الخليط كله في بعضه. أهم حاجة إن اللحمة كلها تاخد من التتبيلة والبصل، وان الخليط كله يكون متجانس وشكله كده مظبوط معانا. ان شاء الله هتعجبكم الكفتة دي جدا وهتعملوها على طول. هي سهلة وسريعة وكل الاطفال وافراد الاسرة بتحبها. ممكن تقدميها في العزومات بتاعتك، وكمان ممكن تعمليها سندوتشات وانت في النادي او في الشط او حتى في المدرسة. بصراحة تحفة جدا وما بتاخدش وقت معاكي خالص، ولا في التسوية ولا في التحضير. والمكونات بتاعتها سهلة جدا وبسيطة وموجودة في كل بيت. ممكن نحط الخليط دلوقتي بتاعنا في التلاجة لمدة ساعة أو نص ساعة، وممكن نشتغل بيه على طول زي ما أنا هعمل كده. هنبدأ نعمل صوابع الكفتة بالحجم المناسب لينا، سواء كبير أو صغير أو متوسط. وأنا هقدم لكم الثلاث أحجام، وده الحجم الكبير اللي أنا بدأت بيه، وهعمل منها برضو حجم متوسط، وهعمل منها برضو حجم صغير، علشان تشوفوا كل الأحجام اللي بتتناسب مع شكل ونوع الكفتة اللي احنا عاملينها، وان النتيجة في التسوية كمان هتكون واحدة. ادي الصوابع بتاعتنا الصغنطوطة اهي، وادي المتوسطة، وادي الصوابع الكبيرة. بسم الله ما شاء الله. التسوية بتاعتها هتبقى زي ما انا هقولك دلوقتي. هنحط الطاسة بتاعتنا على النار على اصغر عين على البوتاجاز، وهنوطي عليها خالص لحد لما المية بتاعت الكفتة كلها تنزل منها. المية اللي هتنزل منها هتسوي الكفتة. هنبدأ زي ما انتوا شايفين كده الكفتة بسم الله ما شاء الله محتفظة بالمقاسات بتاعتها. هنقلبها على الناحية التانية ونديها تسوية كمان 5 دقايق، وادي النتيجة بسم الله ما شاء الله. لو عايزة تديها ريحة الفحم هتزودي مادة دهنية في ورقة فويل وتحطيها في وسط الصينية بتاعة الكفتة، وتغطيها بعد ما تنزلي عليها بالفحم. هتديكي ريحة الفحم وطعمه كأنك عاملة الكفتة بسم الله ما شاء الله مشوية. هتعجبك جدا. الكفتة جميلة ولذيذة. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد هقدمه لكم عندي في قناتي، قناة كوكتيل ابتسام صلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.